الإعلامي إبراهيم عيسى الذي يعلن الحرب على الثوابت الجليلة ويشكك في الأصول منذ سنوات طويلة، فلقد أساء الأدب مع الله إذ قال بخذلان منقطع النظير، قال إن صيام رمضان ليس منه فائدة سوى إنه قرار سيادي من الله. خبت وخسرت. وتهكم على القرآن واستهزأ به حين قرأ يوما قول الله تعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ثم راح يضحك بسخرية واستهزاء ويقول سلطانية سلطانية سلطانية. وأساء الأدب مع رسول رب البرية وسنته الصحيحة، فقال محمد القرآن غير محمد السنة، وهل الدين إلا قرآن وسنة أيها الجاهل؟ قال تعالى في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تعالى في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله في القرآن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال خذوا عني مناسككم. وقال في معجزة نبوية خارقة يحدثنا بهؤلاء الحاقدين الجاهلين المجادلين بالباطل، يحدثنا عنهم الآن فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وطعن هذا الحاقد على دين الله، طعن في الصحابة الأجلاء وأساء الأدب مع هؤلاء الفضلاء النبلاء، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد وأبو هريرة والمغيرة بن شعبة وغيرهم. قال وأنا أعجب كيف قال أبو بكر الصديق أول الدواعش. خبت وخسرت وخسئت. صديق الأمة الأكبر الذي يدق قلبه على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الممدوح في القرآن بقول العزيز الغفار: ثاني اثنين إذ هما في الغار. اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، اللهم إني أسألك لكل مؤمن هداية، وإن كانوا قد اهتدوا فزدهم هدى وآتهم تقواهم. اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه. اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام. والله هو المرجو في كل شيء، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.